أهلا بيكم. معاكم مروة صالح. هنتكلم عن فترة التسعينات في الدراما المصرية، واللي كانت مميزة جدا خصوصا في شهر رمضان. كتير من الأعمال ارتبطنا بيها وما زالت عايشة في وجداننا، زي مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه ال5، واللي بدأ عرضه عام 1987 حتى عام 1995، وبتدور أحداثه في حي الحلمية. أخرجه إسماعيل عبد الحافظ وكتبه المبدع أسامة أنور عكاشة. للمسلسل العديد من الكواليس، منها إن الفنان محمود ياسين تم ترشيحه لدور سليم البدري، لكن اعتذر وجاء الترشيح الثاني للفنان محمود عبد العزيز، واللي اعتذر لانشغاله بمسلسل رأفت الهجان. وتم اختيار الفنان يحيى الفخراني لأداء دور العمدة سليمان غانم، لكن يحيى الفخراني طلب أداء دور الباشا، وطلب من الفنان سعيد صالح أداء دور العمدة سليمان غانم، لكنه رفض وأبدى ندمه على تفويته للدور في إحدى اللقاءات التلفزيونية. لكن الرفض كان ضربة حظ للفنان صلاح السعدني، اللي أدى دور من أهم أدواره في حياته المهنية. أما الفنانة صفية العمري عرض عليها المسلسل وقرأت ال3 حلقات الأولى، ورفضت في البداية لإحساسها بجبروت شخصية ناضج الاستحضار، لكن المخرج إسماعيل عبد الحافظ نجح في إقناعها، واهتمت صفية العمري بالتفاصيل والألوان، وكانت موفقة جدا في اختيار الملابس والتربونات الشهيرة اللي قامت بتصميمها وتنفيذها بنفسها. ومن الفنانات اللي رشحت للعمل سهير المرشدي، ورفضت في البداية بسبب صغر الدور في الجزء الأول، لكن الفنان سيد عبد الكريم أقنعها بالجلوس مع أسامة أنور عكاشة، وتم اللقاء بينهم. وكان أول سؤال للفنانة مين هي سماسم؟ رد عليها عكاشة هي المعلمة، وصورها على المقابر والمعابد، دوري وهتعرفي. وردت عليه المرشدي في البرديات وجدران المعابد توجد رسومات لسماسم العالمة، وبدأت تبحث ووجدت شخصية نسائية كان يطلق عليها قديما عالمة في بواطن إدخال الفرحة لدى الأسر المصرية القديمة. وفي النهاية خرج عمل ممتع عايش لسنين وسنين بشخصياته وتتره الجميل المميز بصوت الفنان محمد الحلو. كنت معكم أنا مروة صالح على راديو 102 FM.